أهلا بكم. أعظم ملهمي الأرض تشابي ألونسو. حرفيا اللي عمله والأرقام اللي بيحققها خيال. ألونسو رايح بينا المعجزة ما حصلتش من 96 سنة في ألمانيا. رايح لدوري الهزيمة اللي مفيش حد عمله غير هامبورغ 1928. أصلا مفيش غير 6 فرق أوروبية حققت الإنجاز ده. ألونسو في طريقه إنه يكون رقم 7. ألونسو محقق السنة دي أعلى معدل نقاط في التاريخ الدوري الألماني 2.7 نقطة في الماتش، أعلى من ميونخ 2013. ألونسو محتاج 5 فوز من ال6 ماتشات ويبقى أكتر فريق جمع نقاط في تاريخ البوندسليجا، واكتر فريق مش كده كمان، لا ده اكتر فريق بيحقق فوز في موسم واحد. مسجل في 40 ماتش في الموسم ده، وماتش واحد فقط اللي ما سجلش فيه، باجمالي 116 هدف في 41 ماتش بمعدل 2.8 جول في الماتش الواحد. ليفركوزن طوال تاريخه بطولتين فقط. ألونسو بعد موسم ونصف في طريقه انه يكسب الدوري والكاس كمان، يعني قد عدد البطولات اللي كسبها النادي طوال تاريخه. بسم الله ما شاء الله. سبق لألونسو انه عمل معجزة مع ريال سوسيداد لما صعد بيهم لدوري الدرجة الثانية في اسبانيا لأول مرة من 60 سنة. تخيل ان انت تحول فريق بينافس على الهبوط لفريق بيعمل اقوى موسم في تاريخ البوندسليجا الدوري الالماني. حرفيا خيال اللي بيحصل ده. شابو تشابي الونسو.